في حوتين 3 هما اللي بيتحكموا في أسعار السجاير، وسكوت الحكومة على الارتفاع الكبير في الأسعار أصبح لغز وحاجة تحير. فعلا لغز وحاجة تحير. يعني إيه علبة سجاير سعرها 22 جنيه بقدرة قادر تبقى 45 جنيه؟ ده أنا هنا بتكلم عن سجاير الغلابة اللي من نوعية كوكو الضعيف والحاجات دي. أما السجاير الأجنبية فسعرها نط مرة واحدة وقفز من 40 جنيه ل 65 جنيه. وتسأل البياع يقولك أنا باخدها من الموزع غالية، وتسأل الموزع يقولك أنا باخدها من التاجر غالية، وتسأل التاجر يقولك أنا باخدها من الوكيل غالية، وتسأل الوكيل يقولك أصل الوسيط بيجيبها لي غالية، وتدور على الوسيط علشان تسأله، هوب فجأة ما تلاقيهوش. هو الوسيط ده هو الحلقة المفقودة في الموضوع. ورئيس شعبة الدخان بنفسه طلع مع عمرو أديب وقال في حوتين 3 في البلد هم اللي متحكمين في أسعار السجاير. طب مين هم الحوتين دول يا عم؟ طبعا ما نطقش بكلمة واحدة بعد كده، واكتفى بضحكة لا ليها أي لون ولا طعم ولا منظر. النهاردة بقى عمنا إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان قالك إن الحكومة هي السبب في ارتفاع أسعار السجاير بالشكل ده. ما هو لو الحكومة ما تعرفش إن السجاير بتتباع للمواطن بالسعر ده تبقى مصيبة سودة، ولو الحكومة تعرف وساكتة تبقى مصيبة أسود من السواد بذات نفسه. الحكومة ليه مش عايزة تعلن زيادة أسعار السجاير بشكل رسمي؟ وبالتالي الزيادة هتبقى 2 أو 3 جنيه على العلبة. الحكومة ساكتة ليه؟ وليه سايبة المواطن ضحية لجشع التجار؟ السجاير سواء مضرة أو مش مضرة ده موضوع تاني ممكن نتكلم فيه في وقت تاني، لكن احنا عندنا سلعة المواطن بيتنفس فيها، وانت بتكتم على أنفاسه كتاجر، وانت يا حكومة سايبة التاجر كاتم على نفس المواطن الغلبان اللي بيشرب كيلوباترا وأنواعها. رئيس شعبة الدخان في برنامج سيادة المواطن اللي بيقدمه الإعلامي سيد علي بيقول أنا عايز أقول للحكومة إن الدنيا بتقطع بعض بره بسبب غلاء السجاير. بدل ما الزيادة تدخل جيب التاجر الجشع ومن قبله بتدخل جيوب الحيتان، خليها تخش جيبك انت يا حكومة، وانت محتاجة الفلوس دي. اما انا بقى فبقولك يا حكومة ما تزوديش غضب الناس عليكي، وكفاية ان كل حاجة بقت غالية نار، من اكل وشرب وخلافه. كمان بتغلوا علينا الانفاس يا جدعان، ما يصحش كده بقى. دي ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.